تعالى نبتدي نشتغل على المنشر وعلى حبل الغسيل. نبتدي نختار المنشر ونخش على الايزوليشن مود، ونبتدي نختار من على الفيسز كل الفيسز اللي بتمثل الثلاث حلقات. هنبتدي نشتغل على اول حلقة، هنختار الفيسز كلها ونعمل شيفت دي وندوس بي عشان نفصل السلكشن. اوبجكت مود، شيفت اس، اوبجكت اوريجين تو جيومتري. الخطوات دي مهمة جدا. نبتدي نختار الفيسز التانية اللي في الحلقة اللي وراها ونعمل نفس الكلام، نعمل منها كوبي ونفصلها ونتأكد ان الاوبجكت اوريجين موجودة في النص بالظبط. نبتدي نختار الحلقة التالتة ونعمل نفس الكلام بالظبط. كده احنا قدرنا ان احنا يبقى عندنا 3 حلقات. هوريك احنا هنستخدمهم ازاي في المرحلة الجاية عشان نعمل الحبل. بدل ما نكرر بقى الكلام ده كله تاني، هناخد منها كوبي شيفت دي، يبقى عندنا الاتنين قدام بعض بالظبط. الفكرة ان احنا عايزين نختار الحلقة دي والحلقة المقابلة ليها، وده مهم جدا. وبعدين شيفت ايه، هختار من الكيرف، هختار النوت، ومن النوت هختار كاتينيري. كاتينيري اللي هي السلك او الكابل او حبل الغسيل، كل ده بتمثله الكاتينيري دي. ممكن ساعتها اقدر اشتغل على الراديوس بتاعها، اقدر اشتغل على السمك بتاعها، اقدر اشتغل كمان على التندنسي بتاعتها او الشدة بتاعتها، مدى ارتخائها. زي ما هنشوف نختار الحلقة التانية ونتأكد ان احنا اخترناها مظبوط، وبعدين هندوس شيفت A كيرف نوت كاتينيري. وزي ما هنشوف دلوقتي هنختار من الاي، هنختار التندنسي بتاعتها فننزلها تحت شوية فتديك شكل الحبل الغسيل اللي انت بتشوفه. مش كلهم بيبقوا مشدودين زي بعضهم، فيهم ارتخاء كده شوية. وهنكرر نفس الفكرة بالظبط في الحلقتين اللي في الاخر عشان نقدر نعمل حبل الغسيل شكله مقنع شوية، ونغير في التندنسي برضو شوية كده صغيرين عشان يدينا الشكل اللي احنا شايفينه ده. بنفس الطريقة اللي احنا عملنا بيها حبل الغسيل، تعال دلوقتي نعمل الكابلات. هنقاد سلندر، هنعمل له سكيل، ولو عايزين نعرضه شوية هندوس اس شيفت زد عشان نعمل سكيل على الاكس والواي بس. كنترول اي ابلاي روتيشن اند سكيل، رايت كليك شيد اوتو سموث، ونيجي من عند السناب نختار فيس بروجكت ونختار سنتر ونختار الاين روتيشن تو تارجت. ايه الفكرة؟ ان احنا لو جينا من الرايت ومسكنا الاوبجكت ده وابتدينا نحركه هيعمل سناب على طول على السيرفيس بتاعت الاوبجكت اللي تحتيه. لو عايزين ننزله تحت شويه هندوس جي اكس اكس عشان يمشي على اللوكال اكسس بتاعه وننزله تحت. ولو احنا شايفين ان هو خارج لبره شويه ممكن ندوس جي زد زد عشان نخرجه على اللوكال اكسس بره شويه. ونخش على الايديت مود ونبتدي نعمل فيه تشكيل بسيط قوي. ممكن نعمل انست، اكسترود لجوه، انست كمان مره، اكسترود تاني لبره، ونعمل انست، اكسترود لجوه كمان، ونيجي نخش على الادجز ونمسك الادجز دي كلها ونبتدي نعمل كنترول بي عشان نعمل لها بيفل. بالتالي بقى عندنا شكل ممكن نطلع منه الكابلات. طيب هنيجي نعمل ايه بعد كده؟ هنعمل منه كوبي شيفت دي ونحركه هنا شوية كده، وبعدين هنستغل بقى الشورت كات شيفت ار عشان نكرر نفس اخر امر احنا عملناه قبل كده. يعني لو ما ظبطتش ممكن نمسكهم بقى 1 باي 1 كده ونبتدي نحركهم على الواي عشان نظبط المكان بتاعهم. نعمل بقى المرة دي الكابل بس بطريقة تانية. تعال نختار التو اوبجكتس دول، شيفت A كيرف نوت كاتيناري، ونبتدي نغير في التندنسي بتاعته، في شدته وارتخائه. وممكن ساعتها نخش على الايديت مود دي المختلفة، لان احنا ممكن نبقى محتاجين ان احنا نغير في الفيرتكس دي، نغير فيها شوية، يعني نطلعه لقدام شوية، نرجعه لورا، نعمل فيه تشكيل مختلف شوية. وتعالى نخش بعد كده، ده كده بالنسبة لنا اصبح كيرف. نخش على الكيرف ونخلي البيفل بتاعه نخليه نديله سمك شوية ونعلي الريزولوشن بتاعته. دي طريقة تانية نقدر نستخدمها لو احنا عايزين نعمل الكيبل وفي نفس الوقت عايزين نغير في شكله شوية، لان انا بقدر اتحكم في الفيرتكس اللي عاملة الكيبل ده.
اغير في شكل الفيرتكس، اطلع فيرتكس شويه قدام، ارجعهم ورا، يعني بيبقى عندي اوبشن تاني. فانا حبيت اوري لك الطريقه التانيه دي. نعمل السلم. هاد كيوب، والكيوب هعمل له سكيل على الاكس والواي والزد، وهعمل كنترول اي ابلاي سكيل، واخش على الفيس وامسك الفيس اللي فوق ده جي زد ارفعه لفوق، ولما احب اقرب من اوبجكت قوي بدوس على ديليت اللي موجوده في الكيبورد تحت الارقام. هعمل له سكيل كمان على الواي، عايز ارفعه شويه، كنترول ار لوب كات، كنترول بي كات واحده كفايه، وانا على الاوبجكت مود ابتدي اعمل شيفت دي عشان اعمل منه كوبي، وامسك الاثنين واعمل لهم كنترول جي عشان هما الاثنين يبقوا اوبجكت واحد. الايديت مود امسك التو فيسز دول، لوب تول بريدج عشان يديني الشكل اللي انت شايفه ده. ممكن اخش على الفيرتكس وامسك الفيرتكس دي كلها شيفت زد عشان اخش على الواير فريم واقصرهم على الزد شويه، الاقي ان انا محتاج دلوقتي ان انا اعرضه شويه، سكيل على الاكس واعرضه شويه. بعد كده ممكن ااد موديفاير اري واظبط الاري بتاعي انه يبقى على الزد 1 اكس واي 0 عشان يديني الارتفاع اللي انا عايزه، وازود عدد الكاونت اللي موجوده هنا، فبالتالي لغايه لما اوصل للارتفاع اللي انا عايزه ابتدي بس احركه في المكان ده. انا شايف المكان ده هيبقى افضل شويه. وبعدين هعمل كنترول اي ابلاي روتيشن اند سكيل عشان انا عايز الفه فما ياخدش امر اللف نتيجه ان هو كان ملفوف قبل كده او حاجه. وبعدين بلفه مظبوط بروتيته عشان اقربه للفتحه اللي انا عايزها. ظهرت عندي مشكله، المشكله ان السلم اعرض من الفتحه اللي احنا عاملينها. طيب نعمل ايه؟ يا نرفع السلم يا اما نبتدي نلعب في الاوبجكت التاني. انا شايف ان احنا نلعب في الاوبجكت التاني هيكون اوقع. خش على الايديت مود وعلى الفيرتكس وامسك الفيرتكس دي على الواي وجي واي، اشدها لفوق اشدها على اليمين شويه، وامسك الاوبجكتس دي كلها واحركها على الواي برضه، وامسك كل اوبجكت من دول وعلى الايديت مود على الفيرتكس ابتدي احركه. دايما بيبقى عندي مشاكل لازم ابقى عارف ازاي اقدر احلها، والحلول كلها موجوده والحلول سهله، انت بتختار انسب حاجه ليهم. دلوقتي احنا كده عملنا السلم. طيب انا شايف ان اخر حته في السلم زياده شويه، لسه عندي الاري موجود، هقلل الكاونت واحد فيهم، وبعدين عايز اخش على الايديت مود مش هعرف. ليه مش هعرف؟ لان انا لسه الموديفاير متفعل. طب اعمل ايه؟ كنترول ايه عشان ابلاي الموديفاير، فبالتالي اقدر اخش على الايديت مود وامسك التو فيسز دول جي زد زد عشان يتحرك لفوق على اللوكال اكسس بتاعه. وبعدين بعد كده بضيف بيفل. لما بضيف البيفل بيظهر عندي المشكله في التكسيرات اللي انت شايفها دي. ليه؟ لان انا كنت عامل اري ولحمتهم كلهم مع بعض، ففي فيرتكس مش متوصله ببعض. خش على الفيرتكس وامسك كل الفيرتكس وادوس ام ميرج باي ديستانس، هتلاقي تحت في عدد من الفيرتكس كله اتلحم في بعضه. لما تيجي تطبق الموديفاير تاني هتلاقي ان هو ما بقاش فيه التكسيرات اللي احنا كنا شايفينها. ممكن نستغل السلم اللي احنا عملناه ده بقى وبعدين ناخد منه كوبي عشان نعمل السلم اللي الناحية التانية. سكيل على الاكس نيجاتيف 1 عشان يديني ميرور ليه. بعد ما عملت كوبي واقدر اخد السلم ده وابتدي ارفعه واحطه في المكان بتاعه المظبوط على البسطة التانية. عملنا السلم الاولاني من الارض للبسطة الاولانية، وهنبتدي نعمل من البسطة الاولانية للبسطة التانية. المرة دي تعالى بقى نشوف، عندنا نفس المشكلة ان السلم اعرض شوية. تعالى المرة دي بقى ان احنا نبتدي نمسك السلم ونبتدي نعمل له سكيل على الواي. يعني المرة دي بديلك حل مختلف شوية، وانا ببقى عايز اعمل حاجة ان انا يبقى فيه فاريشن كده، فيه اختلاف في الديزاين نفسه، ما يبقاش كل حاجة نفس الشكل، ما يبقاش التكرار يبان قوي ان هو متاخد منه كوبي. يعني دي وجهة نظري. ممكن بعد كده اخش على ايديت مود وامسك كل الفيسز الزيادة دي وادوس اكس ديليت فيسز، واجي عند الفيرتكس وامسك كل الفيرتكس دي اكس ديليت للفيرتكس، واخش على الاوبجكت مود اي حاجة زيادة هخش اشيلها زي الفيسز دي. وفي نفس الوقت اقدر امسك
الايدج ده واكمل الفيس بتاعه ان انا هدوس اف، ولو لقيت ان الفيس معكوس شيفت ان، فبعد النورمال بتاعه عشان يبقى شكله مظبوط، وامسك التو فيسز دول جي زد زد عشان ارفعه على اللوكال اكسس بتاعه. كده انا قدرت اعمل السلم التاني من نفس السلم الاولاني، وتغيير بسيط صغير مش هيبان قوي بس هيدي في الاخر شكل كويس. طيب هل انا هقف كده؟ لا، انا ممكن كمان ابتدي اعدل السلم بتاعي واديله شكل مختلف خالص. فانا ممكن اعمل له سكيل على الاكس، اس اكس اكس عشان يبقى على اللوكال اكسس، وابتدي ارفعه شويه. وكمان ممكن ابتدي احركه شويه على الاكس عشان اظبط المكان بتاعه. ممكن اخش على edit مود على الفيرتكس وامسك كل الفيرتكس دي واحركها على الواي عشان اقلل التخانه بتاعتها. وفي نفس الوقت مش هكرر نفس الحكايه تاني الناحيه التانيه، لا هخش على edit مود على الفيسز واختارهم كلهم وادوس الت اكس عشان اعمل سيمتري من النيجاتيف واي للبوزيتيف واي، فيديني يمين زي شمال السلم بالظبط. فبالتالي انا قدرت ان انا اعمل شكل مختلف خالص للسلم من كوبي للسلم الاصلي. وممكن ابتدي بعد كده اعمل سكيل اصغره شويه لو انا شايف كده. السلم الاولاني كمان انا حاسس ان التخانه بتاعته شويه زياده، فممكن اعمل له اس اكس اكس عشان اعمل له سكيل على الاكس اكسس على اللوكال اكس اكسس. هنكمل الواتش تاور بتاعنا ونبتدي ناخد elements من الاليمنتس اللي احنا اشتغلنا بيها قبل كده عشان نغطي بيها مثلا السور. زي ما انت شايف كده هنعمل شيفت دي ونختار الاليمنت العمود ده وناخد منه كوبي. هناخد من السور كذا element عشان نقفل السور بتاعنا. يعني هسيبك كده تتفرج على الديزاين هيبقى شكله عامل ازاي في المرحلة دي. يمكن نعمل بلوكاية، يمكن نستخدم المسامير تاني بشكل مختلف. يعني بنحاول نعمل بقى شغل ديزاين مع الموديلنج. يعني احنا بنعمل موديلنج صحيح وبنعمل الواتش تاور، بس احنا كمان عايزين يكون عندنا فكرة ازاي نعمل ديزاين يكون شكله حلو. هسيبكم كده تتفرجوا على بقية الفيديو.